دكتور آية، ايوه. حقيقة ولا إشاعة القطط والكلاب بتعيط؟ تعالي اشرح لك. هلو، دي بقى حقيقه بس خلينا نتكلم فيها شويه. القطط والكلاب كائنات حساسه جدا، بتحس باصحابها، بتزعل عليهم، وكمان بتتوجع زينا. بس مفيش حقيقه علميه او مفيش اثبات علمي بيثبت ان المشاعر دي مرتبطه باللاكريمال جلاندز او مرتبطه بالدموع. يعني مش زي البني ادم، احنا ممكن نزعل فاول حاجه تحصل ان عينينا تدمع. في القطط والكلاب الموضوع مختلف شويه، بيعبروا باسلوب تاني، مش مرتبط خالص بان هما يدمعوا في لحظه حزن او في لحظه فرح. غالبا الدموع لما بنشوفها في عيون الكلاب والقطط بتكون مرتبطه بإريتيشن او انفلاميشن او التهاب او حاجه حصلت في العين خلتهم يدمعوا. الالتهاب او الحاجه اللي حصلت في عينيهم دي هي اللي خلت اللاكريمال جلاندز او القناه الدمعيه تفرز دموع زياده فيبتدي يدمع. فعشان كده لو شفت كلبك بيدمع او قطك بتدمع، الاول وديه الدكتور نكشف على عينه وبعدين نشوف هو كان بيعيط على حاجه ولا لا. في الفيديو ده مثلا الشحتفة دي كلها حساسية، هو مش بيعيط. ده بقى كلب بيعيط. بس خلينا نقول حاجة عشان لازم نقولها، ان في دراسة مؤخرا في دكتور اليابان عمل حاجة اسمها observational study. يعني ايه observational study يا دكتور؟ يعني دراسة مبنية على الملاحظة. عمل ايه؟ جاب مجموعة من الكلاب وصحابهم وعزل الكلاب عن صحابهم عدد ساعات وقت معينة، وبعدين ابتدى يراقب الكلاب دي هتويلكم صحابهم ازاي او ترجع ترحب بصحابهم ازاي بعد ما كانوا غابوا عنهم عدد ساعات معينة. طيب في الدراسة دي الدكتور ده قدر يشوف في عيون بعض الكلاب تيرنج او ابتدت الدموع تتكون في عيونهم وهم بيستقبلوا صحابهم، فربط هم كانوا مبسوطين ان رجعوا يشوفوا صحابهم تاني، فممكن يكون الاوكسيتوسين ده اثر على القنوات الدمعيه وعمل التيرنج او الدموع اللي ظهرت في عينيهم. برضو الدكتور ده ابتدى الاستادي دي علشان كان عنده كلبته في البيت حامل والده، وابتدى يحس ان عينيها بتدمع وهي بترضع كلابها، فحس ان ده ممكن يكون ايموشنال كونكشن بينها وبين كلابها البابيز اللي بترضعهم. فمن هنا ابتدى يعمل اوبزرفيشن للستادي دي ويشوف ان ممكن تكون الكلاب بترتبط بصحابها يكونوا كونوا الجزء بتاع الايموشنال تيرنج زي البني ادمين. بس دي استادي واحده، وكده كده المشكله هتبقى فين؟ المشكله هتبقى فينا احنا لو احنا ما بنتعاطفش معاهم غير لما يدمعوا. بس كده، دي معلومه النهارده.